يا بنات عاملين ايه؟ انا معاكم لولو من قناه لولو لايف ستايل. والنهارده هنتكلم عن سلسله جمالك. واول حاجه بتكلم فيها النهارده اللي هي التشقير عامه، سواء لحواجبك لوشك اي تشقير انت بتعمليه. انا بستخدم جولي ايفا. بتيجي جولي ايفا في علبه زي ما انتم شايفين كده، بيجي معاها آم، ال ال اللي هو ده البتاع الصغنن ده، وبيجي معاها البترمان ده. بتيجي وبيجي معاها بلاستيك بالت بلاستيك زي دي، وبتيجي معاها اللي هي المعلقه الصغيره دي. اوكي، وبيجي معاها اللي هي النشره اللي جوه اللي بتعرفك انت بتعملي ايه. بالنسبه للتشقير عامه هتعملي ايه قبل ما بشقر وشي؟ بعمل ايه؟ بغسل وشي كويس قوي، بغسله بنضفه بميه بصابون او بالغسول بتاعي، اي حاجه انت بتستخدميها. بعدين بجيب ميه ساقعه من التلاجة بغسل بيها وشي كذا مره، وبحط في الاخر حبه ميه ورد عشان خاطر اقفل المسام بتاعتي كويس قوي. لو الدنيا صيف بجيب تلجايه وامررها على وشي، وبرده مع اللي هي ميه الورد. بعمل ايه؟ بجيب دايما الكريم اللي هو ده، باخد منه تلات معالق زي ما انا هعمل. يعني اهو انا ابتديت اخد اصلا المعالق منه. هاخد 3 معالق، وادي كده ال3 معالق اهو. وهاخد من البودره دي، هاخد منها معلقه واحده بس البودره بتطلع بالمعلقه الصغيره دي. ده بالنسبه لو انا هعمل وشي وهعمل حواجبي، يعني بعمل بيه حواجبي وبعمل بيه مثلا. انا عند خدودي ما بعملهوش، دايما بعمل اللي هي الحته اللي في الجنب دي، اللي هي جنب ودانك. وبتعملي مثلا بيها الحته اللي هي تحت عند دقنك حوالين بقك ممكن تعمليه. وحواجبك الكميه اللي انا عملتها دي تكفي كل الكلام ده كله. بعملها في الغطا بتاع البطرمان. وبعجنها كويس قوي. ده على وشك خلاص هتفرديه بعد ما عملنا الخطوات اللي احنا قلنا عليها، الميه بالصابون وميه الورد والميه الساقعه. بالنسبه للحواجب قبل ما اعمل فيها اي حاجه، بس جيبي فرشه زي دي اللي هي بتلاقوها في اي ست بتاعت فرش. او لو ما عندكيش فرشه مسكره عاديه قديمه عندك، نضفيها كويس قوي واعملي بيها حواجبك، صلحيها كويس قوي. جيبي اي برو عندك، سواء باودر سواء جل سواء قلم. ارسمي حواجبك بالشكل اللي انت عايزاها، عايزه حواجبك تبقى هو ده الشكل. وبتبتدي بعد كده تبتدي توزعي اللي هي البودره دي زي ما احنا اتفقنا. انا دلوقتي هخلط لكم البودره دي كويس قوي. بخلطها كويس قوي قوي مع بعضها، الكريم مع الباودر. وببتدي قبل ما احطها بقى على وشي بعمل ايه؟ باجي عند منبت الشعر كده واحط كريم او احط جليسرين او فازلين او اي زيت موجود عندي. وانا دايما بحط على حواجبي نقطه زيت جوز هند او اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي، بحيث ان لو جت نقطه من الخليط ده على اي حاجه ما تبهدليش الدنيا. وانا دايما لما باجي احط انا بستخدم البتاعه دي. دايما بحطها كده مثلا على حاجبي، واحط تحت حاجبي، واعملها الناحيه العكس الناحيه التانية. واخليها على حاجبي برضو بس من فوق، بحيث ان انا مفيش حاجه تيجي على الحاجب، على قد ايه، على قد ما اقدر. ودي كانت كل حاجه تقريبا في التشقير. وانا لحد دلوقتي لسه قاعده بخلط عشان اضمن ان هما اتخلطوا مع بعض كويس قوي قوي قوي. بتشقري بيها حواجبك، بتحطيها على حواجبك لمده ربع ساعه، وبعد كده بتشيليها كده، بتقشريها بضوافرك يعني او طراطيف صوابعك، بتتقشر معاكي. بتشوفي وصلتي للتشقير كده للدرجه اللي انت عايزاها ولا لسه عايزه تاني. لو لسه عايزه تاني بتبتدي تخليها من 5 ل10 دقايق، ما تزوديش عن كده. وتبتدي برضو تشوفيها ايه الدنيا وايه الاخبار. انا كده خلطتها كويس قوي. كده هي جاهزه للاستخدام، تقدري تستخدميها على طول. مفيش فيها اي مشكله. وده كان الفيديو بتاع النهارده اللي احنا بنتكلم فيه عن التشقير. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا بنات تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، واستنوني فيديو بعد ده على طول. هقول لكم ازاي تعملوا البرايمر بتاع العين الغالي قوي ده اللي احنا بنشتريه، او اللي اصلا معظم الوقت ما بتلاقيهوش. ازاي تعمليه بمنتهى السهوله وبحاجات بسيطه جدا عندك في البيت. يا رب الفيديو يعجبكم، واستنوني في فيديوهات تانية جايه كتير. وسلام عليكم. ازيكم يا بنات. معلش انا قفلت الفيديو، بس انا كنت حابه اقول لكم ان انا بوزع البودره بتاعه التشقير دي على الحته اللي حوالين الحواجب بالفرشه دي. مش فرشه اللي هي دي بتبقى بتاعه الشادو اللي احنا بنحط بيها. بوزع بيها حوالين عينيني حوالين حواجبي عشان خاطر هي ما بتخليش الدنيا تبوظ مني يعني.
انا كنت حابه اقول لكم المعلومه دي، وان انا بعد ما بشيلها دايما بحط برضو ميه ساقعه تاني على وشي عشان خاطر، وكريم مرطب عشان خاطر وشك لو ملتهب او اي حاجه وشك يهدى. والسلام عليكم يا بنات.